السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا سعداء وهانين. وصفة اليوم شوربة بالدجاج، شوربة بالطريقة المصرية ودجاج محمر. نبداو في المقادير، نقولوا بسم الله ونبداو في التحضير. نحتاج للشوربة تاعي بصلتين متوسطين. ندير بالبصل ثقوب باش ينزل الماء تاعو. من الاحسن ثقوب احسن من انك تقطع. حبيبات تاع ثوم، ورقتين من اللورة، وحبيبات تاع حب الهيل. نضيف لهم دجاج على حسب الكمية، يعني العدد الأسرة أو الدجاج المتوفر عندك. قليل جدا من الزيت، ونزيد لهم شوية ملح وفلفل أسود. من الأحسن الفلفل الأسود يكون حب هو والكزبر. أنا ما عنديش حب، حطيت فلفل أسود خشن مع كزبر. نحمرهم نوعا ما في القدر تاعي على نار قليلة. نحمرهم شوية ونضيف لهم ماء غالي، ماء سخون. نخلي الماء، نقوي النار، نخليها حتى تبدا في الغليان. نقصوا النار خلاص ونغطي عليها ونخلي الدجاج تاعي لحد ما يستوي. من ناحية ثانية نروح نجهز بقدر ثاني. تكون الشوربة جاهزة طبعا. قدر تاني نوجد فيه شوية زيت مع لسان العصفور. نحمر لسان العصفور تاعي حتى اللون تاعو يحمر، يروح للذهبي. هذا اللون هذا يخلي لسان العصفور ما يتشرب لك الشوربه، يعني كي تفضل لك الشوربه ما يتشربهاش، تقعد لك الشوربه زي ما هي. نصفي الشوربه تاعي من البصل والتوابل اللي كنت استعملتهم، نصفيها ونخلي الشوربه تاعي تستوي على نار قليله. من ناحيه ثانيه نروح للدجاج اللي كنت جهزته، نحطه في الطحين انا كنت تبلته. بعد الطحين نحطه في البيض، نغمسه مليح في البيض، يعني من كل الجوانب. نحاول اني البيض يلمس كل الجوانب. بعدها في الخبز المطحون لا شابور كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. نكمل بقية الدجاج تاعي، نكمله كامل بنفس الطريقة. نحطه في قلت لكم الطحين، انا حطيت في الطحين تاعي شوية ثوم، شوية تاع كركم، ثوم، ملح، يعني توابل. تبلته. ناخد الدجاج تاعي على زيت ساخن لانه الدجاج مستوي، مجرد انه ياخد اللون. تحبي في اللون هذا الاصفر، تحبي تزودي له هكاش اللون، يعني الدرجه تاع اللون انتي اللي تفضليها، سما اللون اللي تفضليه انتيا. كيما راكم تشوفوا الدجاج تاعي ها هو استوى. الوصفة سهلة وبسيطة جدا، في الآخر راح تكون طعمها رائع. صدقوني الطعم تاعها مليح. كما راكم تشوفوا الدجاج مستوي، يعني قرمش من برا وطري من الداخل. الشوربة هذه راها صارت جاهزة. الشوربة هذه ما نستغناوش على الليمون فيها. الليمون ضروري جدا لأنه يمدلها طعم أحسن، خرافي يعني. كما راكم تشوفوا الشوربة راها صارت جاهزة. بالصحة والهنا، جربوها. هذه بالطريقة المصرية، يعني نخرجوا شوية من العادات تاعنا تاع الجزائر. هذه حاجة جديدة، طبخ جديد من بلدان ثانية. كما راكم تشوفوا الدجاج من برا راهو من برا قرمش، ومن الداخل طري، دجاج دايب ومستوي جيدا. وصفتنا صارت كاملة، شهية طيبة. نتمنى انكم تجربوها ودعمكم للقناة. اشتركوا في القناة ولايكاتكم إذا عجبكم الفيديو. إلى وصفة تانية، السلام عليكم.